مسكت الورقة بإيدي بتترعش. رجعتي؟ المرة دي مفيش خروج. قلبي كان بيخبط في صدري. حسيت إن في حاجة ورا الباب مستنياني. مديت إيدي وفتحت الباب. المكان ورا الباب كان غرفة حجر، ضلمة تماماً، ما فيهاش غير شمعة واحدة. ولما النور لمس الحيطان شفت صوري أنا وأنا نايمة، صور متعلقة بخطان سودة كأنها معمولة بطقوس. بس في صورة واحدة كانت مختلفة، صورة لواحدة ست لابسة أسود وعينيها سودة تماماً، وتحتها اسم مكتوب بخط كبير: نرجس. أنا معرفهاش، بس حسيت إني شفتها قبل كده. وكل لما أبص في صورتها دماغي توجعني ووشوش تزن في ودني: مشيتك كانت غلط ورجوعك أغلط. وفجأة الشمعة طفت والغرفة اتملت أصوات، حد بيقرب بيهمس باسمي وبيضحك: سارة، سارة، أخيراً قابلناكي. في لحظة ظهر ضوء خافت من فتحة في الأرض، فتحة بتنزل لبدروم أعمق، وصوت نرجس بنفسها بيقولي: لو فعلاً عايزة تفهمي انزلي، بس لو نزلتي ما تلوميش غير نفسك. أنا نزلت؟ ولا خفت ورجعت؟ وإيه قصة نرجس وليه شايفاني؟ استنوني في الحلقة الجاية من أسرار البيت القديم على قناة سارة وحكايتها، لأن اللي جاي هيغير كل حاجة كنتي فاكراها إنها حقيقة. الرعب لسه ما بدأش، إحنا بس فتحنا الباب. الرعب لسه ما بدأش، إحنا بس فتحنا الباب.